قررت إدارة تعليم صبية التحقيق العاجل مع معلم ضرب طالب يدرس بالصف الثالث ابتدائي بمحافظة صبية وشج رأسه، مما استدعى نقله لمستشفى بيش العام وتنويمه. وتقدم محمد دربان ولي أمر الطالب بشكوى رسمية للشرطة لتعرض ابنه للضرب وشج رأسه من قبل أحد معلمينه في المدرسة. قال إنه يستغرب تصرف هذا المعلم الذي يعتبر بمثابة الأب لابنه، مطالبا بإنصافه نظاما. أوضح الناطق الإعلامي لإدارة تعليم محافظة صبية علي خواجي أن قد تم الاطمئنان على صحة الطالب، وأشار إلى صدور توجيه مدير تعليم صبية بالتحقيق في الموضوع عاجلا. عشان نتكلم عن موضوع الطفل هذا معي من جيزان محمد دربان والد الطفل. حياك الله اخوي محمد. الو عليكم السلام ورحمه الله عزيزي. كيف جابر؟ ان شاء الله انه بخير ولدك. لا ابشرك طيب ان شاء الله، اللهم لك الحمد يا رب. الحمد لله. ايش اللي صار؟ شو السبب؟ كيف معلم يضرب الولد الضرب هذا؟ بالله حطونا الصوره يا شباب. والله يا اخي انا اعطيك الصوره. قدام امس انضرب بالعقال من مدرس اخر. بالعقال؟ جيت ابغى احل موضوع العقال مع مدير المدرسه، اكلمه عشان انضرب ولدي بالعقال. ايوه. وكلمت مدير المدرسه قال لي الحين نفس المدرس مو موجود، والله عنده جلسه في المحكمه. وجيت اليوم الثاني اتفاجئ بولدي اللي هو مخبول دمه على راسه وكذا، ويطرش كان يطرش. اخذت له ورقه من المستشفى وعلى بال اروح اعالجه. اي ما المستشفى اي ما يستقبلون حالته يقول لي لا ورقه من الشرطه. قلنا لا ورقه من الشرطه ونعالج ولدك. طيب. رحت الشرطه اعطيتهم بلاغ وكل حاجه ورحت عالجت ولدي، وجت الصحيفه وجا الاخباريه. كيف؟ اي بس بسالك يا محمد، كيف الولد يعني وش قاعد يسوي؟ واحد ضاربه بعقال والثاني فاقع راسه، وش يسوي الولد؟ والله ما ادري يا اخي، انا ما ادري وش يسوي يا اخي. انا ضربه بالعقال. المشكله الولد عنده عمليه مفتوح بطنه، عنده عمليه كان عنده خطا طبي في الامعاء، عيب خلقي، وسووا له قدام حالي سنه، وسووا له عمليه انضرب امس طيب. على جسده يعني بالعقال. محمد انت اشتكيت للشرطه صح ولا لا؟ ايوه اشتكيت الشرطه. طيب المطلوب من المعلم انه الشرطه تحقق معه ولا اداره التعليم؟ لا اداره التعليم والشرطه، بس انا تنازلت بعدين وقت ما جوني رجال وكذا، وقدمت التنازل من الشرطه يعني في الليل، امس في الليل قدمت التنازل وتنازلت الحمد لله فضل الله سبحانه. وانا ما ابغى منه اي حاجه. ما تبغى؟ ابغى يكون يعني ما تبغى من المدرس اي شيء؟ لا ما ابغى منه اي شيء. محمد شكل الولد شيطاني شوي. ها الولد شكله شيطاني شوي. لا والله مو شيطان، حتى مدير المدرسه برر موقفه قدام اداره التعليم. الحمد لله والله لا ادي ولا استودي والله العظيم. طيب. ولكن كتب الله، هذا كتب الله عليه يعني. والله محمد ما يسر انه طفل بهذا العمر يضرب بعقال او يضرب براسه. بصراحه في الاخير هو طفل، يعني مهما سوى يبقى هذا طفل، ويوم من الايام بيكبر وبيذكرهم بخير او بشر. اخوي محمد الحين حتى هو يقول لي يا بابا نقول لي من نفس المدرسه، يقول لي انا ما عاد ابغى المدرسه، يقول لي نقول لي مدرسه ثانيه، حتى لو يجي عنده يعني مثل ما تقول عقده نفسيه للمدرسه. والله يعني الحق العام يعني لمهنه التعليم، عشان يعني نكون واضحين. انت تنازلت بيض الله وجهك وشكرا لك، لكن الحق العام انه التعليم يجب انها توقف مثل هالممارسات. انا ما ودي اضر المدرس، الى المدرس يعني المفروض احط راسي براسه، ولكن انا ما قلت كتب الله ما شاء فعل. بيض الله وجهك. ولدي طلع من المستشفى سليم معافى الحمد لله، اللهم لك الحمد. بيض الله وجهك. انا اعفي عنه باطن الدنيا وظاهرها، ما ابغى منه اي حاجه. الله يخلي لك جابر يا اخوي محمد، وشكرا لك اخوي محمد دربان والد الطفل من صبية، وان شاء الله اخر الاحزان ان شاء الله.